السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل البرسيل العظمة ده. طبعا احنا عارفين البرسيل مقاطعة، بس احنا هنعمله بالصابون السائل. الاسم برسيل بس هو صابون الغسيل، سموه بقى زي ما سموه، صابون جل لغسيل الملابس. حلو كده. نشتغل نشوف كده، بس بوريكي الاول اللزوجه بتاعته عامله ازاي، القوام بتاعه، وكمان بوريكي الرغوه بتاعته عامله ازاي كده اهوت، عشان نعرف الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي. هنصلي على رسول الله ونسمي الله، وان شاء الله نبدا في الفيديو. بس قبل كده اهوت يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا حطيت لتر من الميه، لتر من الميه هنحط عليه حبه مكونات كده الاول في الميه، ونقلب خطوه خطوه. دي كده معلقه من البوتاص او ديبوشار او حجر تسليك المجاري او قطرونه، دي الاسامي اللي انا عارفاها. هنقلب كويس عشان يدوب البوتاص كويس. هنحط كذا حاجة، بس على طول لازم كل في حاجة نحطها هنقلب كويس عشان ندوبها. ده ملح طعام، معلقة، دي معلقة بهارات او معلقة شاي صغيرة. هتحطي معلقة كويسة تعدي تعقيم للملابس، وتدي برضو هتساعد في اللزوجة، تقوي اللزوجة شوية. دي معلقة كبيرة من ملح الليمون، وبرضو هنقلب. طبعا ملح الليمون معروف في ازالة الدهون والاتساخات، وتخلي الغسيل ابيض ابيض ناصع البياض، يعني خليه فله كدهوت وجميل. هنحط كمان معلقه من الكربوناتو، دي معلقه كربوناتو. كل حاجه هنحط منها معلقه، كل حاجه هنحطها هنحط منها معلقه. وادي معلقه كربوناتو، يبقى معلقه ملح ليمون، معلقه كربوناتو، معلقه صغيره من الملح الطعام بتاعنا العادي، ومعلقه بوتاص. دي معلقه سكر. طبعا احنا عارفين السكر يعتبر كمادة حافظة، ويعتبر كمان حلو ملين على الايد، طري عفوا يطري الايد، ويزود الرغوة. حطينا كمان معلقة من المكون اللي اثبت فعالية جامدة جدا في التنظيف وفي نظافة الملابس البيضاء بالذات وزهزهتها، وكمان تنظيف الملابس الملونة، اللي هو النشادر. معلقة نشادر كبيرة هتساعد وهتخلي الغسيل فله. ده لتر من الصابون السائل، لتر من الصابون السائل الرخيص، يعني دي بلتر رخيص، هو الرخيص مش عارفه ب5 ب6 جنيه كده، هو حاجه زي كده. جيبيه وحطيها على الميه، قلبي بقى وشوفي اللتر مع الميه اللي حطيناها عملت لزوجه شكلها ايه. اللزوجه دي عملها الملح على فكره. هنحط كمان كوبايه من الكلوركس الالوان اللي عملناه مع بعض على القناه. دي كوبايه من الكلور بتاع الالوان. طبعا احنا ما كلوركس مقاطعه، احنا عملناه بمكونات وجبنا الكلور بتاع الالوان، كلوريد تقريبا اسمه كلوريد. برضو هنقلب الخليط كويس جدا. يبقى على الميه اللي حطيناها بالمكونات حطينا لتر من الصابون السائل الرخيص، وحطينا كوبايه من كلوركس الالوان اللي احنا عاملينه في البيت. اللي انا هحطه ده دلوقتي العجينه اللي انا عملتها معاكم هتنزل ان شاء الله قبل الفيديو ده على طول، او بعديه، مش عارفه هتنزل امتى، بس انا لسه ما منتجتهاش، بس انا مش عارفه هتنزل امتى. بس ده الفيديو يا هتلاقيه قبليها يا بعديها، وهحطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. دي كوبايه من العجينه اللي عملناها مع بعض، عجينه متعدده الاغراض، كانتش لسه كملت فاخدت منها، انا خدت منها كوبايتين. اتصورت كوبايه وحطيت كمان شويه، بعد شويه حطيت كوبايه تانية بس ما اتصورتش، بس انا حطيت كوبايتين من العجينه اللي احنا عاملينها مع بعض دي.
هنقلب الخليط كويس. طبعا كل حاجه بتتحط بتتقلب كويس. متنسيش تحطي اللايك لو وصلتي لغايه كده، ما تنسيش تحطي اللايك عشان الفيديو يترفع بالله عليكي. بصي عملت رغاوي مع التقليب، عملت رغاوي وزودتها حبه ميه كمان، زودتها حبه ميه عشان يبقوا 3 لتر ميه. بصي اللزوجه عامله ازاي. لما حطيت كوبايه العجينه تاني وزاد اللزوجه بتاعتها زادت، وحطيت الميه تاني كده، يبقى هنعتبره حطينا 3 لتر من الميه، يبقى بلتر صابون سائل عمل لنا 3 لتر من البرسيل جيل او صابون الملابس الجل. بوريكم بصوا الرغوه، معلقه واحده على حبه الميه عمل رغوه جميله جدا. هتحطي منه في الملابس في الغسالات العاديه، وهتحطي منه لو عايزه هتحطي في الغسالات الاوتوماتيك، هتحطي عليها بس هتزودي اما معلقه من ملح الليمون او هتحطي ربع كوبايه خل. هتحطي ربع كوبايه خل او معلقه ملح ليمون تاني، حطي ربع معلقه كوبايه خل هتموت الرغوه شويه. تنفع للغسالات اللي في الاوتوماتيك، ودي الغسالات العاديه تنفع جدا وحلو، ريحه حلوه وقوام حلو. ويعني انا خلصتها ودخلت غسلت بجرب، انا اي حاجه بعملها اخش اجربها على طول قبل ما بنزلها. جربتها كانت حاجه جميله خالص، تنظيف وتعقيم وريحه وكل حاجه جميله قوي. الفيديو كده خلص، يا رب يعجبك ونور رضاكي. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.